كونيتشوا ميناسان اوريوا بيجي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على ملخص نتاع الدور الاول، ماشي الدور الاول، الجوله الاولى من الدور الاول. يلا التصيص عطينا نبداو. البدايه غادي نرجعوا 16 عام للور. علاش بغيت نقول لك؟ في الافتتاح نتاع كاس العالم نتاع جنوب افريقيا لعبات المكسيك وجنوب افريقيا، والله ما عقلتش شكون اللي يربح، ولكن جنوب افريقيا ماركات واحد البيت وداروا واحد الاستحقاق. قلت لها انت هكا وهكا وبقيتي تجيو. جينا سيدي ل 2026، هو يقول لك نعم سيدي ماتش الافتتاح ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. غادي ماركي اللاعب تاع المكسيك وغادي يدير له نفس الشطيحه ديك اللعبه نتاع كره القدم تعطيك باش تنتقم دارها لهم. وبما اننا تنهضروا على الانتقام، فغالبا المجموعه الثالثه اللي فيها المغرب والبرازيل وهايتي واسكتلندا فهي مجموعه هاربه من كاس العالم تاع 98 اللي كان فيه اسكتلندا والمغرب والبرازيل، نسيت الرابع. المهم ديك الساعه عقلت كانت واحد المؤامره ودازوا واحد اسيدي. بدينا كاس العالم بثلاثه نتاع الكروت حمراء في ماتش نتاع الافتتاح. جنوب افريقيا جوج نتاع ورقات حمرين، وكانوا دايرين تيبرقوا بحال هكا، ما هضروا ما غوتوا ما والو. الحكم عطاه حمراء ودار ليه. وست شهور هادي كان لا تعطى الصفراء الحكم لا شي حاجه، والغوات وانتوما المنظمون باقي ندوزها في سبيل الله، حيدها علينا دوزها. سالا الماتش بجوج لزيرو المكسيك. ماركا هذاك صاحبنا اللي قلت لكم دار لهم ديك الشطحه، وماركا راول هربت لي سميتو. المهم هادي في الدوري الانجليزي. وهكا صورة المكسيك واحد 3 نقاط خفاف ظراف غادي يعاونوهم باش يتأهلوا ان شاء الله للدور الثاني. في نفس المجموعه لعبات كوريا والتشيك، كان ماتش جميل، ماتش تلعب نتاع جوج تاع الصباح ما تفرجناش فيه، ولكن تعاودوا عليه كان زوين، كان المهم متقارب، ربحت فيه كوريا بجوج لواحد. وهكا غادي يكون الترتيب في المجموعه الاولى، المكسيك هي الاولى، كوريا هي الثانيه، والتشيك وجنوب افريقيا الثالثين الرابعين. هادوك عندهم 3 نقاط وعندهم اخرين بزاف. غادي نمشيو للمجموعه الثانيه اللي فيها سويسرا، كندا، قطر وبوسنا والهرس، وظهور اول منتخب عربي في هذه البطوله هذه اللي هو قطر. قطر اللي لعبات واحد كاس العالم ميت في بلادها في 2022، حيت هما كانوا من 2010 2011 كانوا تيوجدوا المنتخب، تيوجدوه البيك ديالو عطاوه قبل من 2022 مساكن. جاو كاس العالم خسروا 3 الماتشات، من وراها مشاو ربحوا كاس اسيا. دابا دخلوا باش يبينوا للناس باللي هذاك الشيء اللي طرا في قطر كان مشكل خفيف ظريف وهو داز. وصراحه لعبوا ماتش زوين. المهم هما تعادلوا 1-1 وكانوا خاسرين، ولكن سويسرا كلشي كان تيقول بلي غادي تدوز هي الاولى. اما في الماتش الثاني فكان فيه كندا فهي من المنظمين، وشفنا واحد الافتتاح حتى هو على قدو خفيف ظريف، داكشي ما فيه لا تسلف من عند الجار كتب سلطة الطاوس ولا جيب الكراسة من عند الملحنوت اللي في الذرة. داكشي اللي عندنا دوزنا به الافتتاح والسلام عليكم. وهنا تيبدا اولى المفاجآت في كاس العالم. كلشي كان تيقول باللي كندا غادي تربح بواحد 2-0 هكاك، بوسنا والهرسك داكشي خفيف جايين غير بيحضروا ياكلوا شويه نتاع الطعام ويزيدوا في حالتهم، ولكن تعادلوا معهم 1-1. وسالت الجوله والمجموعه كامله عندهم نقطه نقطه نقطه، والترتيب هو سويسرا، كندا، قطر، البوسنه. سويسرا حيت هي الاولى، حيت عندها اللاعب النظيف قال لك عندها الصفرة تقل من الاخرين، داكشي علاش هي الاولى. في المجموعه الثالثه احسن، ماشي احسن صراحه، ماشي احسن، هو من بين احسن الماتشات اللي تلعبوا في هذا الدور الاول، ولكن الماتش اللي كان كلشي تيتسناه بغا يتفرج فيه. البرازيل بطل العالم 5 المرات، عرفتوا ديك البرازيل والمغرب اللي شفناها في 2022 وصلت للدومي فينال. كانوا تيقولوا واش هذيك غير واحد القنبله تفرقعت في 22 ولا هاد الفرقه هادي عندها ما تقول وعندها سيستيم ولات غاديه عليه، ماشي غير السخرات لينا في 2022. دخلت المغرب نعم سيدي، وهي تبين العالم باللي داكشي اللي طرا في 22 راه كملنا عليه. شقيناها في كاس افريقيا، ولكن ماشي مشكل، حنا في كاس العالم دخلنا لعبنا واحد الماتش خيالي على المغرب. حتى الناس ولاو خرجوا تيقولوا مساكن زيعوا 2 نقاط. البرازيل راه هي اللي فرحانه حيت تعادلات معنا. وبان البوعدتي اللي عندو 18 عام بان واحد اللاعب سميتو، وخرجنا من الماتش والناس كامله تهضر على بوعدتي.
الدري اللي عنده 18 عام تيلعب في ليل في فرنسا، واللي كانوا الناس في الاول ما عجبهمش. تفرجت في واحد البودكاست، واحد ثلاثه الاخوان تيهضروا على الكره، زعما هما راه كويريه قدام، وكانوا تينقصوا من السيد. مع العلم اول ماتش ليه مع المنتخب هو الماتش تاع مدغشقر. اش بغيتي تتسنى من السيد؟ بغيتي يخرج لك رونالدينيو؟ المهم نقصوا منه شويه وهكاك، ولكن سكت لهم الفم وسكت لهم العالم كامل. كلشي بقى داير واش هاد البروش عنده 18 عام، وسكت لنا حتى واحد القرع كان عندنا كان تيقول لك لا خاص اللاعب يكون عنده الخبره. واش انا نجيب لكم دري صغير؟ عقلتو في كاس افريقيا فاش يقولوا لي الناس راه الدراري الصغار 17 عام داو كاس العالم جيب منهم شي واحد لا جوج، ولكن هو ما كانش بغاهم، كان تيقول لك لا انا وسميتو داكشي. ولكن انا تفرج ليا مع راسك، انت ما كنت تفرج من الدار. اسيدي الماتش الثاني كانت فيه اسكتلندا و هايتي. ماتش كان زوين، تيعاودوا عليه الناس حيت لعبوه مع جوج، ما غاديش نبقاو حنا فايقين حتى الجوج. اتونسيون، رد البال اخويا، سير نعس بكري من مسحتك هي الاولى. ولكن الناس كانوا تيقولوا ماتش زوين، وخاصنا ما نقولوش ماتش تاع هايتي راه مضمون. هاد كاس العالم كاع الفراقي جايين باغي يربحوا ماتش ولا باغي يجي لك المشاكل. المهم ما غاديش تجي داك الربح هكاك فابور، ولكن الا لعبتي كورتك تربح. داكشي علاش اللعبه نتاعنا خاصهم يرجعوا للارض، يتكونسونطراو، يلعبوا لنا الكره اللي يلعبوا ضد البرازيل ويدخلوا يربحوا والسلام عليكم. وفي هاد المجموعه هادي المجموعه الثالثه، فاسكتلندا عندها 3 نقاط، المغرب عندها نقطه، البرازيل هي الثالثه عندها نقطه، وهايتي عندها 0 نقطه. وغادي نمشيو للمجموعه الرابعه اللي فيها المنظم الثالث اللي هي ميريكان. من بعد مشاكل كانوا عند ميريكان على التنظيم وداكشي اللي طرا في المطارات، الحناش اللي سميتو، صراحه التيرانات خياليين، البنيه التحتيه راه داكشي هما دايرينو لراسهم. راه كاينين بزاف الناس ما بغاوش يفهموا هاد اللعبه هادي، هما دايرين داكشي لراسهم. منين مشينا ولا منين مشاو الناس حنا قاعدين في الدار شفنا داكشي هما باش عايشين خيالي. يعني داك الانسان الميريكاني اللي قاعد العام كامل في دارو تيشوف داكشي قدامه، ماشي تيقاد شي حاجه يشوفوها الناس ويمشيو في حالاتهم يقولوا هزوا 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 هاد الشجر حيدوهم، داك الطريطوارات صبغتوهم، ديروا لهم ناس خرطوهم كي كانوا. لا داكشي تيبقى الانسان الميريكاني. الطوبيسات ولا الكرار اللي مشاو فيهم اللعابه قال لك هادو هما باش يخدموا هما. يعني شوف داكشي خيالي، واخا من على برا ما فيهش شي ديكور عرفتي. لا حنايا عزيز عندنا نلونو باش يبان داكشي زوين. رجعوا للكره اسيدي، ميريكان شادهم بوكيتشينو ولا بوشيتينو. صراحة لعبوا كرة زوينة، عطاو الباراغواي 4-1. حتى هو كان دوك الماتشات المخرين ما تفرجناش فيهم وشتنا غير الملخص، ولكن تيبينوا لك اللعبة. عندهم واحد المهاجم داك اللي كان تيلعب في الارسنال هو اللي ماركا البيت الاول الماتش الثاني. المهم عندهم فرقة زوينة، عندهم داك ديست دار اوروبا كاملة تجيب معاه شوية الخبرة. ما عليناش اسيدي، جينا الماتش الثاني وهي تلعب استراليا وتركيا. كنا ناعسين طبيعة الفيديو كامل مهمشي، كنا ناسين. ولكن تنتفرجوا في الملخص، ما خاصش يفلت عنا، تنجيو كاع ملخص طويل فيه 40 دقيقة تيجيب لنا كلشي. استراليا في مفاجأة صراحة، كلشي كان تيقول تركيا عندها فرقة زوينة، الدراري صغار عندهم مواهب المسائل، ولكن خسرات ب2-1. يعني ما فهم بنادم والو. ممكن البدايات ديما تتكون صعيبة، غادي ندوزو عليهم. والمجموعة الرابعة فيها نعم سيدي الترتيب، امريكا هي الاولى حيت هي عندها في الترتيب. صراحه استراليا عندها في الحرب ديالها. لا لا حيت ربحات ب4، داكشي علاش هي الاولى. استراليا هي الثانيه، تركيا هي الثالثه ب0 نقطة، هي الباراغواي. دخلنا نعم سيدي المجموعه الخامسه اللي فيها المانيا، كوت ديفوار، الاكوادور، كوراساو. اسيدي هاد كوراساو عندهم واحد القصه زوينه، هما جزر صغيورين قالك باين قرضو جايين باغي يوريو العالم شكون هما كوراساو. المدرب ديالهم جا اهلهم لكاس العالم ومرضات ليه بنته، ويقول لهم اش بغيتو ديروا اخويا، هاد الدنيا هادي ما عندي ما ندير بها، عطيوني حتى مليار ما بغيتوش. لا اله هي الاولى، قال غادي تسمحوا لي غادي نمشي نقعد مع بنتي. لا اله خويا، لا اله، هادي باقي ما باش تفهم لينا حنا. باقي الناس تيقولوا لا الفلوس
وتيخليو الجانب نتاع العائله، الجانب العاطفي د الانسان. الا ما كانش الله الملاير وما يجيب لك والو. اسيدي مشى قعد مع راسو، جابوا واحد المدرب خسر دوك الماتشات نتاع اللي قبل كاس العالم، نتاع اللي تيجربوا فيهم اللعبه والمسائل، ويقول لهم هذاك المدرب السلام عليكم. المدرب اللي قالهم بنتو برات شويه المسائل، سبحان الله كرة القدم رداتو باش يكرموه، باش يتكرم وسط كاس العالم، ورجع معاهم وما يستقبلوه الالمان بسبعه. ديك المانيا ما تتعرفش الروح الرياضيه ولا انت هي نعطيك ثلاثه السلام عليكم، عطاوه سبعه. سبعه لواحد ليهم، سبعه لواحد للبرازيل في البرازيل، 8-2 في 2002 ضد السعوديه. المانيا هذيك اللعبه انتهت. حتى عندي اجينا ما سيدي دوز للكورنا، ما غاديش نهضروا هذا الماتش فيه سبعه اصلا، حتى الماتش ما هضرنا فيه، تنقول لكم غير بشحال سالوا الماتش. والكوتيفوار، والكوتيفوار نعم سيدي دخلات شتفات لك على الاكوادور، يعني ماشي شتفات عليها عطاتها سبعه بحال الاخرين، ولكن 1-0 ماتش خفيف ظريف، كان شويه متساوي، ولكن الكوتيفوار بينات لك باللي عندها فرقه زوينه، ممكن دير شي حاجه. المهم 3 النقاط مأهلين دابا، غادي يمشيو يلعبوا مع ديك كراساو ويربحوها، تأهلوا نعم سيدي. ديك الساعه منين يجيو ماتشات اخرين، ديك الساعه نفكروا واش بغينا نديرو. الترتيب في هذه المجموعه كان المانيا، كوتيفوار، الاكوادور، كراساو. المجموعه السادسه وعربي جديد سيظهر معنا، السويد، اليابان، هولندا وتونس. بدينا بالماتش نتاع اليابان، بغيت نقولوا الجابون، اليابان وهولندا. واحد من امتع الماتشات اللي تفرجنا فيهم داك النهار، فاش تفرجنا كان هو احسن ماتش من داكشي اللي داز كامل، حيت الماتش المغرب والبرازيل، المغرب عطات شويه، البرازيل في لاميطه الثانيه تاعها عطات شويه، ملي شافوا راسهم بيتعادلوا قالوا رجعوا اللور خلي واحد لواحد. ماتش جميل، 2-2 كان خيالي، ما نهضر لك لا على لا تكتيك ولا والو. الناس كورو جابون خياليين، جابونا من 2002 نهار بانوا نظموا عندهم، وهما كل عام تعطيك شي حاجه زوينه، حيت ما كانش عندهم الكره، نهار ولات عندهم مشاو اجتهدوا عليها تبارك الله، داكشي يا سلام. وهي دخلنا مع سيدي تونس مع 2 الصباح، قالت لك بغات تلعب مع السويد، قلت لها اجي ندوزو لهنا نهضروا، باق 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 5-1. هي صراحة لا شتيها 5-1 بغيت تقول اش هادشي، ولكن الماتش خاصو يسالي ب3-1، وبتبان لك عادي تقاتلوا توانسه، ما جابش الله خسروا ب3-1، ولكن طاحوا واحد الطيحه، فشلوا الجول بلا ما نهضروا عليه، بلا ما نهضروا. 5-1 والله العظيم ما تتعكسش النتيجه اللي كاينه. اللعب كان ممكن قلت لك يسالي ب3-1، 3 ولا 2-1 مثلا، وتقول خسروها، ولكن كرة القدم عزيز عليها بحال هاد السيناريوهات هادي. الترتيب في هاد المجموعة، علاش هاد يعني التعليم باش بدات تصور ثلاثة فيديوهات اللي حليك فيديوهات بواحد في الشهر واحد. الترتيب في هاد المجموعة غادي يكون السويد ب3 نقاط، اليابان وهولندا نقطة، وتونس لتحت بزيرو نقطة. المجموعة السابعة ظهور الأشقاء المصريين، حيت العرب كتار في هاد العام هذا. أسيدي بدينا الماتش نتاع بلجيكا ومصر، وبما ان مصر، بما ان قطر تعادلت والمغرب تعادلت، فالمعنويات كانوا كثيره. المصريين دخلوا حيدوا عليهم، انا عجبني الماتش الصراحه، المصريين حيدوا عليهم ديك عرفتي داك اللي فيهم نحن ابطال افريقيا 7 المرات، ديك هبطوا للتيران، عقلهم في الكره، متبعين الخطه. بلجيكا ماشي شي فرقه تقاتلوا معاها، تعادلوا 1-1، كان ممكن يربحوا، حتى هما ضيعوا بزاف نتاع المحاولات في الشوط الاول، كان ممكن يخرجوا رابحين، ولكن ما صدقاتش. اللي مهم هو الانسان جاب نقطه، يتكونسونطرا مزيان على الماتشات الاخرين باش يتاهل. كنتمناو منهم يبقاو بنفس التركيز باش ان شاء الله يتاهلوا. في الماتش الاخر كان واحد من امتع الماتشات الزوينين كاينين كثار، قلت لك ايران ونيوزيلندا، سلام ماتش ب2-2 كان مع 2 الصباح، ما تفرجناش فيه ولكن كان ممتع. الناس تيقولوا حنا جينا تفرجنا في البيت الطبيعي، ما عندنا ما ندير داكشي. علاش هاد المجموعه حتى هي كلها فيها نقطه، والترتيب ديال اللي بغيتي. نعم المجموعه
الثامنة هو ظهور منتخب عربي شقيق آخر، المنتخب السعودي. كاين معاه الأوروغواي، إسبانيا والكاب فيردي. كاب فيردي الناس اللي ما تعرفوهاش كانوا تيقولوا هذا هو اللي كلشي بغى يشتف عليه ويدي منه النقط، ولكن إلا كنتي تتفرج وخاصة في كأس إفريقيا غادي تشوف بلي هذيك الفرقة عامين هادي، العام اللي قبل منا اللي كان في كوت ديفوار وهذا العام اللي تلعب عندنا كانت فرقة زوينة. وهنا غادي ترى واحد اللعيبة خارج الملعب كلكم شفتوها طبيعة الحال، الحكاية نتاع الحارس اللي حبس بزاف د الكواري للصبيان والجمهور البرازيلي عجبو، ومنين دخلوا يقلبوا عليه تيقولوا انا يقرد باش ما نقول لك صحاب كان عايش معاهم ولا شي حاجه، قال لك اسيدي في الانستغرام ديال نفس السميه تاعتو داير بحال واحد اللاعب قديم برازيلي، والناس هما يدخلوا بداو تيدعموه. منين سالا الماتش خرج عنده 40 عام بعدا، السيد شارف صافي هذا جا قصر معاهم قبل ما يمشي يعتزل، يتوري المذيعه قالت ليه شوف شحال وصل لك الانستغرام ديالك، كان عنده شي 50,000 ما بين 5,000 50,000 كل واحد اش يقول، انقذت المليون و900,000. يعني شي حاجه خياليه. دابا راه تنهضر معاك عنده 12 مليون ولا اكثر كاع، خليت 12 مليون البارح شوف شحال تزاد اليوم. سبحان الله العظيم، سبحان الله الا بغى يعطيك الله شي حاجه ما تتوقعهاش. شوف بينو نهار ولا من المشاهد، وكان الماتش زوين. ممكن اسبانيا كانوا داخلين ديك اللعبه نتاع ويلي الكاب فيردي هادي غادي ندخلوا كيما كانوا ربحوهم، تلقاو هذاك الحيط واقف تيجبد لهم الكواري، خرج الماتش بتاعو 0-0. ممكن هما كي قلت لك تيقولوا وايلي معنا كاب فيردي والسعوديه والاوروغواي دغيا نربح، وان شاء الله ما يطراش ان شاء الله. هذاك العروه اللي فيهم حنا كاع ما كرهنا يخسروا مع السعوديه ويتعادلوا مع الاوروغواي ويسوقوا مع داك. المهم السعوديه تربحهم باذن الله. وسيدي والصبليون كانوا تيقول لك اول مره تيمشي المنتخب الصبليوني بدون لاعب ريال مدريد. جات مع الصباح انت الماتش ويز بيريز تليفون السلام عليكم على اللي على داك اسمه كوكوريا لاعب لريال مدريد السلام عليكم. احنا سيدي عندنا لعب في الصبلون يلاه في سبيل الله. اما العشيه فالسعوديه والاوروغواي سهرنا على هذاك الماتش تاعو. السعوديه دارت بحال المغرب، لعبات واحد الميطه الاولى خياليه كانت رابحه بواحد الزيرو حتى الدقيقه 80 عاد تعادلات الاوروغواي. داروا ماتش كبير الدراري، واخا السكواد نتاعهم كان قل من هذاك اللي كان في 2022 ولكن تقاتلوا عليها ما عندك ما تسالهم، وان شاء الله يتاهلوا كاع العرب بين هذا العام هذا تكون شي طفره في الكره كل. عاوتاني زيد نعم سيدي مجموعه فيها نقطه 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 نقطه، الاوروغواي الاولى السعوديه اسبانيا كاب فيردي هي الرابعه. في المجموعه التاسعه النرويج فرنسا السنغال والعراق. دور اخوان لنا واحد اخرين، ولكن كنا عارفين غادي يخسروا الحيط هذاك هالاند راه ما يمكنش والله ما يمكن. المهم كان عندنا امل الله يديروا حتى هما شي حاجه اللي فهمتي المهم كلشي ممكن في كرة القدم، ولكن هالاند دخل مركز جوج بيوت سالا الماتش ب4-1 وحتى هي لا شتي هاد النتيجة ما تعطيكش كي كان الماتش. والله الا كانوا العراقيين خياليين، ولكن الخبرة تاع كأس العالم التدشيرة تاع الماتش الأول لاعبين ضد فرقة زوينة. النرويج ماشي شي فرقة هي انا المعلم صحابك عندها فرقة زوينة. سالا الماتش ب4-1 ماشي مشكل. وقبل منها تفرجنا في الماتش نتاع السنغال وفرنسا بطبيعة الحال. فرنسا بطلة العالم 2018 فيناليست تاع 2022 كانوا خاصهم يديو هذاك تاع 2022 كوما طراو شوية اللقطات مع السنغال. باش نقول لك عليهم شي حاجه الله يعاونهم عطاتهم واحد 3-1 مع الرأفة ماشي مع الرأفة. الفرنسيين ضيعوا شي بيوتا بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، خاصه داك مبابي وقاعد تيتفلى علينا. والتشكيله حتى هي ما كانتش معاوله، حيت في الاول كان لاعب ديشون هنايا 7 وليسي وديمبيلي كان حاطو في العشرة من المهاجم، ولكن هو ما تعرف ليهاش ماشي ما تعرف ليهاش مزيان تعرف ليه، ولكن ماشي بنفس الجهد اللي تيكون فاش يكون 7. هو خيالي في 7 حتى 7 كان شويه مرونين ما بين الميطا والميطار كي تنقولوا دائما شوط المدربين. حط لهم واحد المصيده للسنغاليين خياليه، هما كانوا يضغطوا عليهم. اش دار لهم؟ دار داك الضغط خفيف شويه، هبط الكره لتيرانو، بداو تيطلعوا عند السنغاليين ولاو تيخليو الطرق لمبابي واوليسي والناس تما الطيارات واحد الباس حط اوليسي لمبابي راه خيالي احسن كاع من اللي بعيد، حيت مبابي قاسها هكا ديفيا مشات الباس خيالي بحال واحد الباس خيالي احنا بغينا نجيو نهضروا عليه. المهم سالا الماتش ب3-1. النرويج هي الاولى حيت ماركات 4 البيوت، فرنسا الثانيه، السنغال الثالثه والعراق هي الاخيره. ونجيو للباس اللي كاين في المجموعه العاشره
المنتخب الأرجنتيني بطل العالم 2022 يفتتح المقابلة مع الجزائر ومعهم النمسا والأردن في المجموعة. أسيدي المسوس اش غادي نقول لك ميسي بغيتي ولا كرهتي ميسي 3 البيوت خيالي، واحد الباس خيالي من ديبو والله الا زيدان رونالدينيو كاكا اللي بغيتي دوك الباصات الخياليين. وميسي ماركا 3 البيوت. اش غادي نقول لك سلخنا خوتنا عودوا لا نريد شيء يا سيدي وفي الماتش الثاني كانت النمسا ضد الاردن، ماتش خيالي للاردن 3-1 عاوتاني ما تتبينش على الماتش كي كان، ولكن نحن العرب سبحان الله العظيم ما تتيسرش لينا والله العظيم. لعبوا ماتش خيالي هذوك جاو واحد البلانتي. المهم ان شاء الله الاردن ممكن ترشحها تربح الجزائر بهذاك اللعب اللي لعبات الجزائر اخويا. كانت عندهم فرقه زوينه في كاس افريقيا والله ما عرفتش طرا لهم واش المسوس هذاك طاح دار لهم طلاسم تما ولا ما عرفتش دار لهم. ميسي مشى هاد العامين هادي حتى وقف عالمي فاش مشى باريس سان جيرمان مشى للميريكان قال العام الجاي كاين كاس العالم في الميريكان شي نولفوا الجون تاعهم تما ايام اللي كاع تيتمشاو ماركا والله الا خيالي البحر. الترتيب فيه الارجنتين عندها 3 النمسا 3 الاردن والجزائر. ترتيب المجموعه 11 قبل الاخيره كولومبيا والبرتغال اوزباكستان والكونغو. اسيدي بدينا بالبرتغال والكونغو. الكونغو الا كنتي تتفرج انت في كاس افريقيا فرقه زوينه ما تهضرش معايا. والبرتغال داخله وعارفه كان باينه باللي ولا ما كانش باينه الصراحه غير هذوك البرتغاليين وحق الله الا خاصهم يمشيو طاو الدور عليهم تحطهم كامل بالمدرب واحد التشكيله حط والله ما فهمت ليها كيفاش حط رونالدو لقدام وما حط لا 7 لا 9 يلا كيما يجي لها شكون اللي بغا يسونطري ليه شكون اللي بغا يباسي ليه. وانا جاي بغيت نصور شفت واحد التصويره رونالدو راجع تيجري وسط التيران جاب واحد الكره منين بغا يشوف هكا وسط التيران خاوي ديك الدوره خاوي ما كاين لا برونو لا نيفيس اسميت لا سيلفا يلا مع شكون بغا وتيجي يقول لك رونالدو هو اللي خرج تيريوري قال لك رونالدو تيكون هذاك فهمتي معقد منه من 2006 واقيلا لا باقي عقليه كان طرات بيناتهم واحد الوقت والله إلا حاصل لي هنا السيد ما وصلت الكره ما عطاش بغا. والمهم ما عليناش البرتغال كانت رابحه في الدقيقه 6 من داك نيفيس القزام اللي خرج قال واحد الهضره تا هو شقها عليهم بيرونها عندهم تما هما بحال خاصهم. المهم عاد خرج قال واحد التصريح من الناس ما عجبهمش والله يضربوا الكونغو قبل ما سالي الميطا جاب التعادل ويا تقعد لهم اللور هما منظمين عرفتي داك اللور عندهم منظم 4 تاعهم 2 قدامهم 6 داكشي فيكس بايما. كانوا محاولات يتماركاو ولكن كرة ما كرة صعب نتا جي وماركين بالله. اوزباكستان وكولومبيا واخا كنا ناعسين كولومبيا عطاتهم 3-1 باينه ديك اوزباكستان اللي جايه بغات تاكل الحلوه كيف غزال المسائل وتعشى وبغات تمشي فيها انا تسنى منها شي حاجه ما عمرنا سمعنا خا اوزباكستان في كاس العالم. المجموعه الاخيره واحسن ماتش تفرجت فيه انا كاين بزاف الماتشات كي قلت هذا عجبني بزاف حيت كنت قاعد ليه نكونسونطري معاه تنتفرج بقليم حلال ما كاين لا نعس لا والو كان مع التسعود صافي بقيت نتاعنا صلاه ونعسنا. ماتش بيليك باللي الانجليز ممكن تمشي بعيد في كاس العالم عندهم بزاف د الحلول وداك كاين خيالي يا ما هذا خدا كاين والله الا حشومه على هذاك اللي ما جابوش لينا كان خاصو يجي لينا وقال لك لا كبير شويه في العمر يجي عامين 3 سنين شوف هو عطاه مع الباير خيالي والله الا خيالي. كرواتيا بركة عليهم هذاك الجيل خاصو صافي يعطي للدراري الصغار يقول لهم يلا السلام عليكم يلا باقي فيهم مسكين عرفتي مودريتش باقي تيجري وبغى يتخاسم ويجيب الكرة ولكن صافي الجهد ما بقاش سير اخرى مودريتش تستريح. بنما وغانا ما تفرجناش فيه غانا ربحت بواحد الزيرو باينه بتكون شدتهم سلخاتهم. المهم داكشي كان زوين المسا اسيدي هادو نهاية الماتشات. ترتيب الهدافين ميسي 3 كاي هافرت 2 مبابي 2 هالاند 2 هاري كين 2 قلتو هذاك اللاعب التونسي اللي لعب مع السويد اللي تا هو عنده 2 نسينا ما قلنا في الماتش نتاع السويد واحد جيت بغيت نتفرج في البيوت تاع السويد مع ناسنا اخرى كانوا لاعبين تما مع تيبان لي اللعب نتاع السويد ماركا زيدي سمحوا لي واه ما يمكنش كيفاش سمعنا جيت نشوفها لعب الريال كان في شي بلاصه ماركا على فرق بحال بربقتيني ياك ما دا تونسي مجنسي انت سمعت الشوالي تيبكي
ومنين قريت قال لك اسيدي هو كان بغى يمثل تونس، ولكن با قال ليه لا غادي تمثل السويد. اش عطاتنا تونس؟ السلام عليكم، عطي السويد اللي عطاتنا. والناس ناضوا تيبكيو. دابا على رقبتكم ويبليق واحد جراو عليه من بلادو ومشى لواحد البلاد وعطاتو ديك البلاد وطلات فيه وبغيتي ينكركو، بغيتيهم ينكرو، تيبقى داكشي قناعات. كي قال السيد القجع تفرجت ليه في واحد البودكاست، السيد تيهضر بعقلانيه، خاصنا كنا نكونوا هكا. مشى عند يمين لامال هضر معاه قال ليه اللي كاين المشروع هذا بغيتي تجي مرحبا بك نكبروا بك. قال ليه لا، بغيت نلعب مع الصبليون. قال ليه انت راك مغربي، انت ولدنا، وقت ما بغيتي تجي مرحبا بك سير تلعب مع الصبليون. كرة القدم هادي هكا بنادم خاصو يبدا يفكر، ماشي يبقى لا انت خائن. الخونه شوفهم في شي حاجه اللي تياكلوا لك حقك، ماشي في تياكل لك مجا يلعب مع منتخب. خلينا من الله. قبل ما نساليو غادي نديرو تشكيله المنتخبات العربيه بما انهم شرفونا هذا الدور هذا واخر دور، حيت باينه الدور الثاني دوك المنتخبات الكبار كل واحد غادي يرجع لطبيعته. اللي تيربح بسته غادي يربح. المهم اللي كان تيتفلى ماشي تيتفلى، اللي كان تيقيس النبض في هذه الجوله الاولى غادي يرجع للمجرى نتاعو. كل حاجه غادي ترجع للمجرى ديالها. ولكن بما انهم الدراري تقاتلوا وعطاونا ماتشات زوينين، فعندنا جوج حراس في حراسة المرمى. كاين تاع المنتخب القطري وقيلا كاع دخل احسن واحد، دار تصديات لما عرفتش داكشي. ولكن العويس غادي يكون في الفرقه ديالتنا. الظهير الايمن حكيمي بلا هضره بلا والو. المدافع دوك اللي جوج السيبي سونترال اللي تيكونوا الوسط. العمري لاعب المنتخب السعودي من غير ماركا ليهم البيت، فكان هو صخرة الدفاع نتاعو. غادي نزيدو عليه خوخي من قطر. واخا خرج القطريين نصهم مجنسين، ولكن المهم لاعب تحت الرايه غادي نزيدوه معنا. فليصر مزراوي الحاج الله يحفظو لينا وصافي، هذا ما كاين. الوسط اكيد غادي نتيو بوعدتي، كلشي تيهضر عليه، دار ماتش خيالي قدام البرازيل. غادي نستيو معاه كانو في السعوديه، كانو لاعب خيالي خطير غير هو ما تيبانش بزاف. غادي نحطو حداه غنديرو امام عاشور. من غير ما ماركا البيت كانت السيد تيتحرك في دوك البلايص الخاويين، ماشي بلايص دوك كان تيبان الكره، ما كانش دوك ما عرفتش كيفاش نقولها. المهم دار ماتش زوين، يستحقون مننا في التشكيل. في اليسر شكون اللي عندنا حنا في اليسر؟ ما عندنا حد حنا في اليسر. مشى الزلزولي. غادي نديرو علي علوان من الاردن، داروا ماتش خيالي حتى هما الاول. المهاجم غادي نديرو ايمن حسين من العراق باش نكونوا هزينا لاعب من كل فرقه، واصلا هو اللي ماركا. تقاتلوا على الكره الدراري، واخا كيقلنا دوك الخسارات، ولكن المهم لعبوا مزيان الدراري. في اليمين شكون اللي بنا ستيو دياز، حط داك الباس خيالي. صلاح دار ماتش زوين. عرفتي اش بغيتي دير؟ غنخلي لكم الا تفرجتوا واحد 10 الناس قولوا لنا شكون اللي نستيو في اليمين، واش صلاح ولا دياز. اسيدي اليوم غادي يبداو الماتشات نتاع الجوله الثانيه. وكي قلت لكم دابا غالبا غادي الفروق غادي ترجع لبلاصتها. انا تربح ب5 غادي يربح ب5، انا تربح ب6 غادي يربح ب6. اللي دار شي مفاجاه في الماتشات الاولين غادي يردوا مع الفرق الاخرين البال، وباقيش غادي نشوفوا ديك واحد لواحد وداكشي. غادي فرقه كبيره لعبه مع فرقه متوسطه ولا صغيره غادي لك عاصة. والبوسنه والهرسك، تشيكو وافريقيا، كندا وقطر، مكسيكو كوريا. ونتشافوا من هنا غدا غادي نديرو عليه رياكسيون طبيعة الحال. تنتمنى تفرج فينا حنا تنزيو على الحصدات ماشي على هكاكا. تفرج فينا الا عجبك الفيديو الجاي. ما عجبكش انت تفرجتي فينا، تفرج في الفيديو الجاي غادي يعجبك ان شاء الله. ما عجبكش اللي جاي اللي من وراه يعجبك ان شاء الله. يلا كان معكم الرائع دائما وابدا محمد حمزه بيزو من قناه